السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم النهارده حاله حلوه قوي، كريميه قوي وطعمها حلو. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. جبت كوبايه لبن كبيره، انا استخدمت لبن كامل الدسم. تمام. حطيت عليهم معلقتين كريمه لباني بودر. حلوه قوي يا جماعه، هاتوا كيس كده وخلوه في البيت عندكم. عليهم معلقه نشا. خلاص، يبقى معلقتين كريمه لباني ومعلقه نشا على كوبايه لبن كبيره. هندوبهم ونحطهم على جنب. على البوتاجاز بتاعنا طاسه كبيره او صينيه مفيش مشكله. كوبايه سكر كبيره. احنا هنكرمل السكر زي ما احنا شايفين. اول ما يبتدي يدوب من الوسط ومن الاطراف نقلب براحتنا، مفيش مشكله خالص. بس اهم حاجه انك توطي النار، تخلي النار هاديه عشان ما تبقيش حاسه ان في حاجه هتتحرق منك وتبقي خايفه. وطي النار واعملي حاجتك براحتك. بعد ما يدوب السكر خالص هنزل عليه بمعلقه سمنه او زبده. سمنه بلدي او زبده، لان الطعم هيبقى مختلف تماما لو حطيتي سمنه نباتيه. خلاص، ندوبهم مع بعض. نجيب ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه فقط لا غير. وما تخافيش، اول ما تنزل الميه تحسي ان هي كلبشت في بعض كده، السكر كلبش، ما تخافيش مش هيحصل حاجه خالص. النار هاديه، نقلب براحتنا. بس حاسبي تتلسعي بس، لان طبعا اللسعه بتاعت السكريات دي، السكر او الشربات او اي حاجه بتبقى صعبه جدا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. نقلب حلو ونوطي نارنا، هتلاقيه داب خالص وفك منك خالص ولا كأنه جت عليه نقطة مية. خلاص خلاص دوبناه اهو. زي ما انت شايفة هننزل بالخليط بتاعنا اللي هو ايه، كوباية لبن معلقتين كريمة لباني اللي هو البودر معلقة نشا. الطعم بجد بجد طعمه حلو قوي. جربوه مش هتندموا خالص. خلاص نقلبهم بقى لغاية ما يدوبوا معانا خالص، لازم يدوبوا ويبقى كريمي كده. هتشوفيه دلوقتي معايا. هياخد منك وقت شوية لغاية ما يتقل ويدوب ويبقى كريمي كده. بس معلش ولا ما تزوديش النار. الخطوة دي مهمة عشان الحاجة تطلع منك مظبوطة اهو. قلبت، انا فضلت اقلب لغاية ما دابوا مني، ما عملتش حاجة خالص تاني غير ان قعدت اقلب بس. بس انا طبعا خلصت بسرعة عشان ايه ما اخدش معاك وقت. اول ما يبتدي يغلي كده لازم يغلي كويس. وما تقوليش هو مش تقيل، لا، لما بيقعد بيتقل. خلاص، هو القوام ده حلو جدا وهيتقل طول ما هو قاعد، وهيبرد هيتقل معاكي كمان. خلاص كده نطلعهم بقى على جنب كده ونسيبهم. فضيهم في اي حاجة وسيبيهم يبردوا براحتهم. طعمها حلو جدا بجد والله. خلاص اهو، خلاص حلو قوي كده، غليت كويس. حلة احط فيها انا استخدمت 4 كوبايات لبن هنا، تقريبا كيلو ونص لبن استخدمتهم في الوصفة دي. حطيت 4 كوبايات لبن كبار، اللي هو كوباية المية الكبيرة اللي احنا بنشرب فيها مية. عليهم 4 معالق دقيق كبار برضو خرميين. خلاص، 4 معالق دقيق على 4 كوبايات مية لبن كبار، على 4 معالق سكر. كله 4. خلاص عشان تريحك يعني. بصي، و4 معالق سمنة أو زبدة. سمنة بلدي أو زبدة. خلاص، بس مش معالق كبيرة، عاديين خالص يعني ممسوحين. خلاص هنفضل نقلب طبعا لغاية على البارد، لغاية ما يتجانسوا، بعدين نولع النار. خلاص هولع النار دلوقتي. ايدينا طبعا ما تسيبش الحلة دي خالص، ما تسيبهاش يعني ايه، لو سبتيها ثانية مشي وارجعي بسرعة، ما تديهاش فرصة ان هي تعمل تكتلات وتضايقك. خلاص، هو القوام هيطلع حلو قوي. انا عندي بولات من دي هحط فيها شوية الكراميل اللي انا عاملاه من تحت كده. اللبن، المهلبية اللي انا بعملها او الخليط ده هيبقى عادم، مش محلي. هيبقى يدوب سكره بسيط. حطيت فانيليا، كيسين فانيليا. السكر بتاعه هيبقى بسيط جدا. ليه؟ لان انا عامله كراميل مسكر جدا. فما تزوديش السكر وتقولي هو مش محلي، لا. شايفه القوام عامل ازاي وشايفه اللون، لون الزبده مع الدقيق مع اللبن. شايفه حلو قوي، لون كريمي كده جميل. والقوام انا عاوزاه كده، مش عاوزاه اتقل من كده ولا اخف. خلاص، 4 4 4. 4 لبن كبار
4 سكر كبار، 4 دقيق كبار حراميين، 4 معالق سمنة بس ممسوحين، خلاص، او زبدة. خلاص كده. للأسف الفيديو وانا بغرف ما كانش بيصور، انا اسفة. خلاص كده حطيتهم، بس لازم يبردوا قبل ما تحطي على المهلبية. ال لا اله الا الله الكراميل. لازم يبرد المهلبية بتاعتنا، لازم تبرد خالص عشان ما ينزلش فيها الكراميل ويدخل جواها. شايفة لما بردت بينزل عليها من فوق عادي جدا، عامل طبقة حلوة قوي اهو. هنسيبها حوالي 10 دقايق بس، مش كتير يعني، هتتماسك وتبقى حلوة قوي اهو زي ما انت شايفة. بجد حلوة جدا. هحطها في التلاجة كمان شوية، شوية بسيطة يعني، برضو ساعة مش اكتر من كده. طعمها كريمي قوي، طعمها حلو قوي قوي. زي ما انا بقولك الخليط اللي احنا عملناه، المهلبية او البودنج، آه لازم يكون عادم مش محلي قوي، عشان الكراميل بتاعنا مسكر جدا. خلاص الاتنين هيعادلوا بعض، هيديكي طعم حلو قوي. هنحط بقى مكسرات، عندي عين جمل وفول سوداني. ما عندكيش مكسرات مش مستاهله، هو طعمها حلو قوي من غير حاجه. بجد وصفه حلوه هتعجبكم جدا. غنيه غنيه جدا، وانتي بتاكليها كده بتحسي ان بتدوب في بقك كده. اه هنسيبها ترتاح بس شويه صغيره وناكل، يعني مش هتطول. عايزه تاكليها كده كليها كده، مفيش مشكله خالص. اهو زي ما انتي شايفه، شكلها وريحتها وطعمها حلو قوي. الكريمه اللباني مع الكراميل مع السكر طعمها حلو جدا. جربوها. في ناس بتحط نشا بس، وفي ناس بتحط دقيق بس. لا، حطي معلقة نشا ممسوحة، عليها معلقتين كريمة لباني. الطعم يا جماعة حلو قوي قوي بجد اهو. اهو شايفة، هوريكي شكلها من جوه عاملة ازاي، كريمي كده ودايبة جوه الكراميل. لا بجد والله حلوة، يعني وصفة من الوصفات اللي انت ما تزهقيش انك تعمليها، وما تقوليش مش هعملها تاني. لا، هتعمليها مرة واتنين وتلاتة بجد. حلوة قوي وغنية مغذية. اعمليها لولادك، طعمها حلو. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا ومع السلامة.